ريم دخلت المستشفى في شهر 11 2017. كان عندها ورم على النخاع، كان عامل لها شلل رباعي. ريم دخلت عملت أول عملية في آخر 11. بعد كده بدأت جلسات 39 جلسة كيماوي، وبعد كده في وسط الكيماوي اللي كانت بتاخده كانت عاملة 25 جلسة إشعاع. ريم بقت كويسة وبدأت تتحرك بالعلاج الطبيعي وبقت تمام. ريم كانت راضية بقضاء الله وأنا راضية بقضاء الله. أنا بحب بس أشكر المستشفى على كل اللي عملته معاها، من أول ما دخلت المستشفى لغاية ما خرجت من المستشفى لغاية ما توفاها الله يوم 4/4. كل صدقة بطلعها على روح ريم وباباها، عشان فعلا المستشفى تستحق الكلام ده، وكل طفل في المستشفى يستحق الكلام ده. أنا ريم بنتي وقت الرعاية الممرضة ما سابتهاش لحظة، لدرجة قبل ما تتوفى كانت معاها. ريم بنتي سابت إيدي قبل الوفاة بساعة أو ساعتين ومسكت إيد الممرضة. فضلت ماسكه ايدي، سابت ايد مامتها وفضلت متعلقه بيا، ودي من اكتر الحالات اللي انا مش قادره انساها. احنا عندنا في الرعايه بنبقى كل فرد فينا مع الطفل، علاقتنا بالطفل بتحسن من نفسيته. الطفل بيبقى داخل لنا الرعايه المركزه قلقان، علاقتنا بيه بتهديه وبتخليه في احسن حال. بنتي اكنها ببيتها، بل بالعكس اكتر. وانا لغايه ما اموت وموصيه بنتي اي حاجه لازم تخش صدقه للمستشفى، لان فعلا المستشفى تستحق كل الكلام ده. وبحب اشكر كل الناس اللي في المستشفى.